الام دي راحت لابنها علشان تزوره وتسأل عليه، فتح لها الباب وهو لابس مريالة المطبخ، سلم عليها ودخلت. لقت حاجة غريبة جدا، لقت مراته قاعدة وبتاكل لب ورامية القشر في الأرض ومبهدلة الدنيا، وهو اللي بيعمل كل حاجة. جه ابنها وجاب لها كوباية مية. مراته قالت له هات لنا كمان كوباية مية، ويا ريت تسخنها الأول. هنا الأم اتعصبت، قالت لها ايه ده؟ يعني انتي قاعدة وهو اللي بيعمل كل حاجة وكمان بتتأمري عليه؟ فابنها قال لها معلش يا ماما، الحمل تعبها ومش قادرة تتحرك. دخل المطبخ ينظفه، وبعدين نادى على والدته قال لها ممكن ننزل نرمي الزباله مع بعض. نزلت معاه، فقال لها يا ماما انا نزلتك مخصوص عشان اتكلم معاكي، مراتي فعلا تعبانه، الدكتور نصحني انها ما تتحركش، معلش يا امي لازم اقف جنبها. قال لها مش عاوز عليها. قالت له ما تقلقش. وطلعوا البيت وحطوا الغدا. قالت لها يا بنتي ما تزعليش مني اذا كنت شديت معاكي، انت زي بنتي، لازم نقدر بعض ونقدر ظروف بعض، زوج محترم وحما بتقدر. لو عجبك الفيديو صلي على النبي في التعليقات.